هاد الليله هادي غنسميوها ليله الدخله الملعونه. تخيل معايا عريس وعروسه يلا سالاو العرس ديالهم وفرحانين بزاف، غادي يدوزوا اول ليله لهم في واحد من افخم الفنادق اللي كاين في مكه المكرمه. دخلوا الغرفه 404. الجو كان رومانسي بزاف والمنظر ديال الحرام كان كيبان من الشرجم يا سلام، ولكن غير سدوا الباب بدات السكينه كتحول لخلعه. العروسه بدات كتحس بشي حد كيشوف فيها من النافذه ديال البيت، والعريس بدا كيسمع همس خفيف بحال الى شي حد كيهضر معاه في ودنه. الليله العمر غتحول لاكبر كابوس والسر كامل مخبع ورا هاد اللوحه المعلقه اللي كاينه في الحيط. شنو وقع ديك الليله وكيفاش تحولت الفرحه للروينه الحمراء؟ السلام عليكم العائله، اليوم جيت وجبت لكم النيزك الجديد، فيديو مجمع فيه كاع داكشي اللي كتحماقوا عليه. وجد راسك للتشويق وما تمشي فين، راه كل لقطه من هذه القصه هذه غتنسيك في اللي قبل منها. هذه القصه يا سيدي بدات فاش حجز واحد الكوب الغرفه 404. العروسه كانت سميتها ساره، غير دخلت البيت تبدلات الملامح ديال وجهها. قالت لراجلها كاين شي ريحه غريبه بزاف هنايا بحال شي حاجه محروقه. العريس ضحك وقال لها شوفي راه ما كاين والو غير الخيال ديالك وصافي. هذا رقم الفندق 5 نجوم. تعشاو وطلعوا باش ينعسوا، وفي النص ديال الليل ساره فاقت على صوت دقه خفيفه من جهه الحمام. فاش شافت لقات الباب كيتسد وكيتحل بوحدو، والمرايه ديال الحمام كانت مضبه واحد شويه وبحال الا مكتوب فيها خرجوا قبل ما يصفوها لكم. ساره بدات كترعد، فيقت راجلها ولكن هو ما شاف والو، غير بغاو يرجعوا ينعسوا وهما يسمعوا صوت الزغاريت جاي من الحيط. نعم يا لالا، واحد الزغاريت كيخلع ديال العرس، ولكن الصوت كان حزين وكيقطع القلب. العريس ناض كيقلب وبان ليه باللي الصوت خرج من وراء واحد اللوحه كبيره كانت معلقه فوق هذاك السرير. غير قرب منها ويحس بواحد البروده جمدات ليه الدم في العروق، اللي دواء ياكل الدواء. العريس زعم وحاول يحيد اللوحه، وتما كانت الصدمه الكبيره. لقى واحد الثقب كبير في الحيط، وسط منه كانت واحد الخصله ديال الشعر ديال بنادم مربوطه بخيط كحل وشي طلاسيم مكتوب فيه الامانه، شي حاجه كتشبه الدم. تما عرفوا باللي هذا المكان هذا كيتواجد فيه السحر الاسود، وهنا غيعرفوا باللي هذا البيت هذا مسكون بشي سحر اسود قديم، وباللي هذه الليله هذه يلاه بدات. غنكتشفوا الروينه الكحله اللي كانت مخبيه وراها الثقب اللي كاينه في الغرفه 404. ملي هزوا اللوحه بحال الى حلوا باب جهنم على ريوسهم. تخيل معايا اللحظه اللي هزوا فيها اللوحه ولقاو داك السحر الاسود، فجاه الضوء بدا كيسيني والشرجم اللي كان مسدود تضرب بالجد، وبدا البرد كيدخل البيت واخا كان الصيف. العروسه ساره سدت ودنيها وبدات كتغوت، حيت الصوت ديال الزغاريت الحزينه واللي عياط واللي بكى كيقطع القلب، وبحال الى بيت عامر بالناس وحنا ما شايفينهمش. شنو اللي غيخرج من تحت الناموسيه، وكيفاش غيتحول العريس لواحد الشخص اخر في لحظه واحده؟ غير شاف العريس ديك الخصله ديال الشعر والطلاسيم، حاول يجرها باش يحيدها، ولكن اللي دواء ياكل الدواء. غير قاصها بيديه هو يتسمع واحد الضحكه شيطانيه من القلب ديال البيت. ساره شافت في المرايه ديال الخزانه ديال الماريو وبانت ليها وحده لابسه الابيض، وجهها محروق وشعرها طويل بزاف، واصل الارض واقفه ورا راجلها. ساره بغات تهضر ولكن لسانها تقال وصوتها مشى. العريس خالد تبدلات ليه المشيه، عينيه ولاو كحلين كاملين، وبدا كيهضر بوحدو بواحد الصوت غليظ ماشي ديالو، وقال ليها هاد الليله هادي عرسنا حنا ماشي عرسكم نتوما. ساره تخلعات وعرفت باللي الحديده بردات وباللي راجلها تلبس بديك الروح اللي ساكنه في هاد الغرفه هادي. خالد بدا كيضرب راسو مع الحيط بالجد، وفي اللحظه اللي بدا خالد كيضرب راسو بالحيط بدا كيسيل منه واحد السائل كحل بحال القطران. ساره بقات كتجري لجهه الباب باش تخرج وتعيط للامن سيكوريتي ديال الفندق، ولكن الباب ما بغاش يتحل، بحال الى ملصق بالكره. التلفازه شعلات بوحدها وبدات كدوز تصاور قديمه ديال الناس اللي ماتوا في هذا الفندق هذا، اللي ماتوا بسنين هذه. ساره طاحت في الارض وبدات كتقرا المعوذتين بصوت كيرعد، وتما بدات الغرفه كتهز وكتنزل واللوحات بداو كيطيروا للسماء. واحد اللحظه خالد العريس وقف فوق السرير وبدا كينقز بحال شي قط، وجهه قرب لوجه ساره وقال ليها بغيتي تمشي خودي هاد الامانه معاك، بغيتي تمشي خودي هاد الامانه معاك. ومد ليها يديه اللي كانت عامره بخدوش غارقه وفيها نفس الخيوط اللي كانت لاصقه في ديك اللوحه.
ساره فقدت الوعي ديالها وما فاقت حتى لقات راسها في سبيطار، لكن المصيبه الكبيره هي شنو لقات مكتوب على لحمها فاش فاقت. تخيل معايا ساره فاش حلت عينيها في سبيطار لقات يدها محروقه بواحد الطريقه غريبه بزاف، ومكتوب فيها كلمات بالحديد والدم: لا مفر، لا مفر، احنا اللي زوجناكم. خالد العريس بقى غايب على الوعي ايام وايام، والناس كيحسب لهم غير تسموا، ولكن الحقيقه كانت مرعبه اكثر. شنو هو السر اللي لقاو الخبراء فاش حلوا ذلك الحيط ديال الغرفه 404، وكيف السالات هذه الروينه اللي خلت الفندق من بعد ما لقاو هذه المصيبه هذه؟ ومن بعد ساره ما فاقت في السبيطار وشافت ذاك الكتاب على يديها، خرج فيها اللي روح وبدات كتغوت. الطبيب قال لهم هاد الحروق جات من شي ماده كيميائيه قويه، ولكن ساره كانت عارفه باللي هذيك امانه من عالم اخر. خالد العريس بقى كيهضر بكلام غريب بزاف وكيقول هي باقة تما، هي باقة تما ورا اللوحة. الاداره ديال الفندق فسمعوا هاد الروينه هادي جابوا فريق تقني باش يريبوا داك الحيط اللي لقاو فيه الثقب اللي دواء ياكل دواء. غير بداو كيهدموا في الحيط وهي تخرج منه واحد الريحه خانزه ديال الموت. ورا داك الحيط لقاو جثه مخبعه ورا السيمه. كانت اتفقات مع خطيبها يهربوا ويتزوجوا تما، ولكن وقعت بيناتهم الروينه الحمراء وصفها عليها في ديك الغرفه وخباها تما هذه سنين. ديك العروسه مسكينه بقات روحها محبوسه ورا هذه اللوحه هذه، وكل عريس وعروسه كيدخلوا للغرفه هذه كتحس هي مسكينه بالغيره، وبقات كتصفيها لهم واحد تلو الاخر باش يولوا بحالها. خالد وساره من بعد ما عرفوا هذا الشيء كامل جابوا فقهاء وبداو كيديروا الرقيه الشرعيه والتحصين كل شهر. خالد يلاه بدا كيرجع للوعي ديالو، ولكن ساره بقات ديما كتشوف داك الخيال. صاحب الفندق من ديك الساعه حاول يسد ديك الغرفه، الغرفه 404 بمره، وصبغوها وسدوها بالحيط حتى ما بقى ليها حتى شي اثار. ومن تما الخدامه ديال الفندق كل نهار او كل ليله كيسمعوا الزغاريت الحزينه خارجه من الحيط في نص الليل. القصه ديال خالد وساره بقات عبره باللي ما تخاف غير من اللي يخاف الله سبحانه وتعالى، وباللي الاماكن اللي عندها ذاكره وشي مرات ديك الذاكره كتكون مسمومه بالدم والظلم. خوتي العائله، الى عجبتكم هذه القصه هذه ما تنساوش متابعه بيلي رواي باش يوصلكم كل جديد. كان معكم بلال، تحياتي.